السلام عليكم. رحلة سلام. ورجعنا بعد أسبوع. سايبكوا أسبوع كامل تفكروا في كل اللي احنا اتكلمنا فيه. والفترة الأسبوع اللي فات، لأنه يعتبر أول أسبوع نكون خلاص اشتغلنا ونكون بدأنا البرنامج رحلة سلام. فكان عندي كم تعليقات كتير جدا وكم آراء كتير جدا، وبصراحة احترمتها جدا وشجعني أكتر إني يعني ادخل بقلب في المواضيع واتكلم عن كل الامور اللي شايف انها بتحصل وبتتم في اي جلسة نفسية في الدنيا. رحلة سلام هي رحلة احنا في خلال ساعتين بنخرج فيها عن كل المشاكل والمشاغل اللي في حياتنا، وبنركز قوي 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 علشان اللي هيتقال ممكن فعلا يغير شيء من خطة حياتنا أو طريقة حياتنا. النهاردة الموضوع يعني هدخل فيه على طول. موضوع النهاردة مختلف شوية، وأنا قاصد إني أبدأ بالحاجات التقيلة علشان اللي بيسمعني بالتدرج مع الأيام ومع كل أسبوع يتغير فيه ولو جزء بسيط في حياته. وهبدأ الحلقة النهاردة بإني أسألك سؤال، ولكن طبعا زي ما احنا متفقين أنا عايزك تسيب كل حاجة بتعملها، عايزك قدر الإمكان تكون مركز معايا علشان الحلقة دي حقيقي مهمة. هسألك سؤال معرفش إذا كنت اتسألته قبل كده ولا لأ. لو أنا دلوقتي قلتلك عملت إيه في حياتك؟ عملت إيه في مجمل حياتك اللي فاتت؟ وعلشان السؤال يبقى أوقع أو السؤال يبقى واضح أكتر، إنه لو ربنا أراد ينهي حياتك دلوقتي وهتقابل ربنا، هتقف قدامه تقول له إيه؟ وده يعني مش نظرة تشاؤمية، احنا لازم في حياتنا نكون عارفين احنا بنعمل ايه في حياتنا وقدمنا ايه فيها، ولو قابلنا ربنا هنقول له ايه. لانه كلنا بنشوف قدامنا ناس كبار وصغيرين بسبب او بدون سبب يلقوا ربهم في اي لحظة وفي اي وقت. ومن الحكمة انك تكون عارف انك في اي لحظة معرض لده. بل بالعكس، يعني النظرة دي انا بشوف انها نظرة تفاؤل مش نظرة تشاؤم خالص. لانه الانتقال ممكن يكون شيء كويس جدا، والانسان يقول يا رب وقت ما تردني اني اخلص حياتي ده اتمنى انها تكون لحظة رضا وانتقل فيها الى مكان احسن وافضل. فانا بالنسبة لي هو سؤال غالي جدا ومهم جدا. عشت فترة طويلة من عمري معرفوش، لكن لما اتسألته سكت معرفش ارد. عملت ايه في حياتك؟ انا هاخد المكالمات بداية من دلوقتي، مع ان الحلقة تقيلة ومهمة، ولكن هاخد المكالمات اذا في حد عنده اجابة للسؤال يكلمني. رقم التليفون 3835 316 3835 316. السؤال ده ممكن ان احنا نلاقي حاجات كتيرة قوي عملناها، ولكن انا ليه بسأل عملت ايه في حياتك؟ لانه في مجمل الحاجات اللي انت كلنا عملنا حاجات كويسة وحاجات وحشة ومش عارف ايه، ولكن هل عندك عمل تقدر تقول انا عملت الشيء ده واقدر اقابل بيه ربنا؟ هل عندك عمل نقدر ان احنا نقول ده افضل عمل انا عملته في حياتي وده اللي بأمل ان انا اقابل ربنا بيه؟ وليه بقول كده؟ لاني لقيت ربنا بيقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وكانت بتعدي الآية دي عليا بقراها مش بفهم معناها، خلاص ربنا هيشوف أعمالنا. ولكن لما وقفت لحظة وفكرت في معنى الآية دي، هو ده اللي أنا عايزك تحس بيه دلوقتي. تخيل معايا هذا النص: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
وللحظة كده لو فكرنا أو تخيلنا هذا المشهد اللي كلنا هنعيشه، اللي كلنا هنقف هذا الموقف، إنه حضرتك هيكون معاك كتابك وتدخل في ساحة واسعة جدا 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 فيها كل المؤمنون اللي جم على وجه الأرض بداية من سيدنا آدم لآخر إنسان. فتخيل حجم كم الناس دي قد إيه واقفين ليك انت بس، واقفين علشانك انت بس. وفوق كل البشر دول الأنبياء، سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا آدم وسيدنا إبراهيم وسيدنا نوح وجميع الأنبياء وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كل ده المشهد اللي احنا هنعرض فيه أو هتعرض أعمالنا. وفوق كل ده وفوق كل هؤلاء الناس والأنبياء، الله عز وجل في هذا المشهد ينتظر أن تعرض عملك. إذا كنت شايف إن الكلام ده تقيل أو الكلام ده يعني أنت مستغربه، وإنه حياتنا مليانة دوشة وحياتنا فيها أمور كتيرة جدا بنعملها، ولكن لازم تقف وقفة مع نفسك وتسأل نفسك: أنا لما أروح أقابل ربنا وربنا قال لي فسيرى الله بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فلما أنا فكرت في المشهد ده وتخيلته للحظة قلت يا لهوي، ده أنا مفيش عمل واحد يرتقي إلى إني أقدر أقوله في اللحظة دي. يعني مهما كنت عملت خير، بس أقول إيه؟ يعني تخيل معايا هتقف تقول إيه في اللحظة دي؟ ده الواحد يتكسف، يعني حتى العمل الخير أتكسف إن ما عملتش حاجة أحسن منه. ولكن ده خلاني أقول لا، ده الموضوع لازم له يعني وقفة، لازم له إعادة نظرة في اللي أنا هقدمه في اليوم ده. وبعدين رجعت قلت طب هو إيه أصلا العمل اللي أنا ممكن أعمله يرتقي إلى إني أقف بيه، يعني أو أقف بيه قدام ربنا؟ لقيت إنه ربنا طالب من البشر إن هم يقدموا ولو عمل واحد يقفوا بيه قدام ربنا. وده اللي لقيته برضه في كتاب ربنا لما ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فتيجي تبص تلاقي تاب وآمن وعمل عملا، يعني عمل واحد. يعني من الممكن انه يكون مهما كانت، احنا كلنا اصحاب ذنوب وكلنا اخطأنا وكلنا الا من رحم ربي، في ناس افضل يعني، ولكن هتكلم عن نفسي، ممكن تكون الاعمال كلها وحشة او جزء كبير منها وحش. ففي الآية دي ربنا بيقول لك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وعشان كده لما بقول لك عملت إيه في حياتك، فهل في عمل واحد نقدر نقول إنه أنا العمل ده أنا عامل له سيفنج، أو العمل ده أنا شايله لحد لما أقابل بيه ربنا ويسرى فيا الآية عملا صالحا؟ أهو عمل واحد. فلما جيت احسب قلت انا ممكن اكون عملت، بس يعني انا محتاج ان العمل ده يبقى عمل قد ايه حجم العمل ده. فلو انت عملت حاجة نقدر نقول عليها انه عملا صالحا يبقى شيء هايل، ولكن لو ما عملتش فتعال بقى اسمعني في الحلقة دي عشان اقول لك نعمل ايه من اللحظة اللي احنا فيها دي علشان تعيش حياتك كويس جدا زي ما انت عايز، ولكن تبقى عامل حسابك على اليوم ده، وعامل حسابك على الموقف ده، وعامل حسابك تقف في هذا الموقف معاك عمل على الأقل تفتخر أو تقف قدام ربنا مبسوط أو بتقوله وانت كنت عامل حسابه في الدنيا، وانت بتعمله كنت قاصد انك في هذا الموقف تقول هذا العمل.
احنا اتفقنا انه اعمالنا كبشر محدش يعني، كلنا اصحاب اعمال كويسة وسيئة، او اعمال طيبة واعمال غير طيبة. وده امر على فكرة ده الطبيعي، يعني كل ابن ادم خطاء، فده الطبيعي. مش هقولك انه انت ازاي تعمل الغلط، ولا هقولك، لكن اللي انا هقوله لك انه في فرق كبير بين البني ادم، وده حاجة مهمة جدا ركز فيها. فرق بين انه الانسان بيعمل الغلط ويستمر عليه وملوش لحظة رجوع، وبني ادم لما بيعمل الغلط رجوعه سريع، سهل الرجوع، مش عنيد، مش مصر، مش يعني مدخل نفسه قوي، مش بيغوص في الغلط، عارف؟ لانه اذا كان كل ابن ادم خطاء، لكن في بعض الناس المصرين، في بعض الناس اللي دايسين جامد قوي في الغلط. المشكلة عند الناس دي انهم مش بس بيعملوا الغلط، ولكن لان انا قعدت فترة اسأل نفسي، يا رب لما كل الناس غلطانين، لما كل الناس اصحاب ذنوب، طب ايه الفرق بقى بين الانسان اللي هيغفر له والانسان اللي هيدخل النار؟ لما كل ابن ادم خطاء، ايه الفرق بين بني ادم هيتعذب وبني ادم هيغفر له ربنا وهيدخل الجنة؟ لقيت انه في معيار مهم جدا، هو انه الغلط بتاع البني ادم ده جوه عقله عامل ازاي. لانه في فرق بين انك يعني في اتنين بيعملوا نفس الغلط، ولكن في واحد بيعمل الغلط وهو بيقول انا نفسي ضعيفة قدام الغلط ده، انا عارف ان انا غلطان ونفسي ضعيفة قدامه. وواحد تاني بيقول لا، وايه المشكلة؟ ما كل الناس بتعمل كده، هو هي جت عليا؟ ما هو بص الناس، شايف الناس بيعملوا ايه؟ طب شايف فلان الفلاني اهو، طب شايف الناس في الشارع بيعملوا ايه؟ هي جت عليا. عشان كده معيار الغلط مش بس انك بتعمل الغلط، لا، ده في معيار اكبر من فعلك الغلط، هو نظرتك اصلا للغلط اللي انت عملته. لانه نظرتك هي اللي بتخلق جواك ان انا صاحب، انا غلطان، انا محتاج اتوب، او انا غلطان، لا، ما كانش يصح ان انا اعمل كده. والنظرة دي بتتخزن في العقل الباطن، لان انا باني كل كلامي على الحلقات اللي احنا اتكلمنا فيها عن العقل الباطن، او الحلقات اللي اتكلمنا فيها عن الحاجات السابقة، وكل حاجة مبنية على اللي بعدها. فالعقل الباطن بيخزن الاسلوب اللي انت بتترجم بيه الامور. ففي اتنين عملوا نفس الفعل، واحد اصر عليه، خلاص عقله اخد على انه يعمل الغلط، وشايف انه ما بيعملش حاجة زيادة. وبقابل الناس دي كتير، اللي يقول لك يا عم ايه المشكله يعني، هو انا لما عملت الغلط هو انا اذيت حد؟ هو انت محتاج منطق في انه ربنا يقول لك ما تعملش فما تعملش؟ هل محتاج في دي منطق؟ يعني ربنا قال لك ما تعملش، زي بالظبط ايه اللي يقول لك لا، انا لو بص انا لو اذيت حد اتحاسب، انما انا ما باذيش حد يبقى مش غلطان. انت بتحط قانون او دستور لنفسك، براحتك. ولما يجي الناس تقول لي كده، اقول لهم عايز اسال سؤال، يعني هل حد يقدر يقول لي ليه ربنا حرم التفاحة على سيدنا آدم؟ ايه السر في انه التفاحة ربنا يطلب من سيدنا آدم ما يقربش من الشجرة دي؟ هل التفاحة دي كانت مسممة؟ هل احنا محتاجين سبب الى انه ليه ربنا حرم على سيدنا آدم انه ياكل من الشجرة دي؟ هسيبكم فاصل ونرجع على طول علشان تقولوا لي عملت ايه في حياتك. عملت ايه في حياتك؟ هو ده اسم حلقة رحلة سلام النهاردة. عملت ايه في حياتك؟ احنا معانا اتصال. ماشي. ده كان السؤال اللي انا نفسي لما اتسألته قعدت اكتر من سنة بفكر، يعني هو ازاي انا ممكن اقابل ربنا وانا مش مرتب حاجة اكون عملتها اقدر اقولها لربنا.
وبعد كتير من البحث بنقل لك نفس الصورة دي ونفس الإحساس، لأنك أنت لازم تسأل السؤال ده. ولأني وقتها لقيت مفيش حاجة أسميها إن أنا عملتها فعلا أقدر أقف وأقولها لربنا، فبدأت أفكر. وعشان كده أنت إذا عندك عمل أنت عملته يبقى حلو جدا ويبقى هايل، ولكن إذا ما عندكش تعالى أقول لك نعمل إيه. إحنا اتفقنا إنه حتى وإن كان عمل واحد، ولكن إذا في عمل واحد من كل حياتك هتستخلصه كده عشان تقف بيه قدام ربنا، مع كل دوشة الحياة ومع كل المشاغل اللي احنا فيها ومع الشغل اللي بنحاول نكسب منه فلوس عشان نعرف نعيش، ومع الدوشة الكتيرة قوي والمصاعب اللي بنلاقيها والابتلاءات اللي بنعيش فيها والأزمات والأوبئة والغلاء وكل الأزمات اللي بنعيش فيها اللي بتسحبنا وبتخلينا عمالين عايزين نجري علشان نعرف نعيش. لكن هي دي مش ده مش كل حاجة، احنا دي مش كل حاجة. ما ينفعش ان احنا مع تسارع الحياة ومع الدوشة اللي احنا عايشين فيها ننسى الأصل، ننسى الحقيقة اللي هنقابلها. وكنت بقول انه لما انا اعمل عمل واحد لربنا ده حاجة قليلة جدا. طب ايه مواصفات؟ لو قلنا ان هو عمل واحد ايه مواصفاته؟ لو انت قلت النهاردة لا ايه ده انا محتاج ان انا اعمل حاجة اقابل بيها ربنا، حاجة واحدة اقابل بيها ربنا، ممكن يبقى شكله ايه العمل ده؟ فقعدت ابحث وادور، لقيت انه العمل ده ليه بعض المواصفات اللي اذا انت عايز تقابل ربنا عندك عمل واحد كويس تقف بيه، لعل انه ربنا بهذا العمل يغفر لك كل شيء، او كمان لما تقف تبقى مش مكسوف، او في الموقف ده يعدي عليك تمام. فاول مواصفات العمل ده هو انه يبقى خالص لله عز وجل. يعني ايه يبقى خالص؟ يعني نيتك فيه خالصة لله. وفي فرق كبير قوي بين انك تعمل عمل لله وانك تعمل عمل خالص لله. طبعا انا لا يسمعني هيقول ايه ده، طب ما هو الاتنين واحد، لكن في فرق كبير جدا. العمل اللي لله اللي انت بتعمله قاصد بيه وجه الله عز وجل هو عمل انت بتعمله قاصد فيه ربنا، ولكن من الممكن ان يدخل فيه امور كتيرة تانية. اما العمل الخالص، فكلمة خالص احنا دايما نسمع يقولك الزيت ده مستخلص من مش عارف ايه، الزيت ده خالص او منزوع منه جميع الشوائب. ودي كلمة خالص يعني 100% نقي. هو ده اخلاص النية، وده احنا هنتكلم فيه يعني في حلقة لوحدها. ولكن لازم من اول مواصفات هذا العمل ان يكون خالص لله عز وجل. طيب يعني ايه خالص لله؟ يعني نتخيل مع بعض ان احنا في ناس تيجي تعمل يقولك انا نفسي يقولك بقى يعني واحد ربنا كرمه او معاه فلوس يقولك انا نفسي ابني مسجد او اعمل مثلا مدرسة او وانا عايز العمل ده يبقى لربنا. بس والنبي يا جماعة انا عايز بس تحطوا لي تسموا المسجد باسمي، عايز المسجد يبقى اسمه مسجد عمرو. طب انت في نيتك يبقى باسمك ليه؟ طب ما انت لما تيجي تعمل هذا العمل ممكن شائبة من الشوائب ان انت عايز ان الناس تقول عليك ان انت انسان خير. هتقولي لا انا مش قصدي كده، انا عايز انه هقول لك انه اذا اتفقنا هو الاعمال دي انا ما بقولش انها غلط او ان العمل، لكن اذا قلنا عمل خالص فاحنا لازم نشيل كل شائبة ليها علاقة بأي شيء في الدنيا إلا إن العمل ده يكون خالص لله تعالى.
وعشان كده انا قلت لا، ده العمل ده محتاج تفكير كبير جدا، ان هو يبقى ما فيش فيه همسة انا داخل فيها، او همسة داخل فيها اي شائبة. احنا معانا تليفون ولا معانا تليفون؟ ندخل التليفون، اتفضل. لغاية لما يجي التليفون. هو انا التليفون انا كده هسمعه، بس لغاية لما يجي التليفون احنا اتفقنا انه العمل خالص لله، واتفقنا انه لو قلت ان واحد مثلا ربنا كرمه وفتح عليه وقال لك انا هعمل مسجد، او انا هتبرع بمبلغ، او هعمل ايا كان العمل يعني، وجم الناس يقولوا له طب احنا عايزين يعني نكرمك، او احنا انت مدينا مبلغ كبير، وده احنا عايزين نكافئك، عايزين نعمل حفلة ففي بعض الناس اللي يقول لك انا لا عايز اسمي يتقال ولا عايز شكر، ويزعل قوي لو حد شكره. ليه؟ لانه الهمسة اللي بياخدها هو عارف انها بتاخد نقطة من الاجر اللي بيحتسبه عند ربنا. ناخد فاصل، هناخد فاصل ونرجع تاني. رحلة سلام معاكم تاني علشان نكمل الرحلة. احنا معانا اتصال بقاله فترة، فناخد الاتصال اللي معانا. الو. الو. ايوه، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. جميله. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ انا بقالي كتير قوي. بقالك كتير، معلش انا غصب عني، انا معلش لان كل ما اجي اخد يعني بيبقى فيه كلمة لازم تتقال، عارفة يعني اعذريني. ما اهلا شاء بيك. الله، برنامج جميل جدا. اشكرك. وبدايه الحلقه طبعا انا كنت بسمعك، فقلت في حاجه جميله قوي ابتديت بيها. آه، حضرتك سالت سؤال جميل، فاول مره حد يسال السؤال ده فعلا زي ما قلت، كنت سالت السؤال ده قبل كده، ايه الخير اللي عملته في حياتك؟ بالظبط. فانا بالنسبه لي نطقت كده مره واحده عملت كل خير. يعني زي ما يكون مثلا انا، يعني حضرتك قدامي وبتسال مثلا السؤال ده موجه، يعني بتوجهه للشخص اللي قدامك على طول. ف... فيعني دي اول حاجه نطقتها، فلعل اكون انا من الناس اللي فعلا اتمنى طبعا، اتمنى، لانه انا لما سألت نفسي السؤال ده بصراحة تنحت، ما ردتش. لا لاني لاني انا. لاني اعمالي، يعني اعمالي ان كنت شايف انه فيها الوحش وفيها الكويس، لكن لما اتسألت السؤال ده وحسيت احساس انه انا هقف قدام ربنا، يعني لانه انتي عارفة المشهد اللي حكيناه، مشهد انت هيبقى في ايدك كتاب، هتفتح تقرا كتابك، وكتابك فيه اعمالك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، ما حدش هيحسب لك، انت واقف تحسب لنفسك. انا لا انا بصراحة. اتفضلي. انا اندهشت. هو يعني السؤال انا ما سالتهوش قبل كده، هو انا اول مره اسمعه منك طبعا، وانا من متابعينك واشد المعجبين على صفحاتك اهلا وسهلا. وكل البرامج بتاعتك طبعا. فانا اندهشت من السؤال، فلقيت انا اول حاجه نطقتها، انا نطقت في نفس اللحظه. يعني انت مثلا ما زي شاء ما الله. يكون واقف قدامي وبتقول ايه الحاجه اللي انت عملتها في حياتك، انا اول حاجه نطقتها عملت كل خير طيب بكل ما شاء الله. سهوله. يعني طب انا يعني هسألك السؤال التاني اللي هو، اتفضل. هل عملك اللي انت عملتيه ده تقدري انت تستجمعي عمل منه تقفي بيه قدام ربنا، هو اللي يسرى عليه آه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ يعني هل العمل ده ال... يا سلام، يا كفايه ان ريت. انا بحب الناس كلها. ما شاء الله، ربنا يزيدك يا رب. ولكن وجهة نظري طبعا ربنا يزيدك من الخير. وجهة نظري انه صافيه. اذا كان انت ما سألتيش نفسك السؤال ده، فاحنا واقفين النهارده واقفة علشان ان كنت عملت فربنا مديك عمر، ربنا يطول في عمرك تعملي تاني. وان كنت واحد زيي، لما ما انا معرفتش ارد بقى، يعني انا حسيت انه مهما كنت قدمت من خير فهو لا شيء. لا ليه كده؟ اكيد في حاجه، اكيد حاجه. لا ازاي؟ ده حضرتك ما شاء الله كفايه
ان احنا بنكتسب منك الطاقه الايجابيه ما شاء الله، وعايز يا رب يا رب يا رب يجعله عمل. بصي حضرتك انا تلميذه. طيب خليني اقول لك على حاجه، انه تخيلي ان انا بخاف يعني من انا فكره. تلميذتك على فكره، نعم، انا تلميذتك. اهلا وسهلا، ده يشرفني. فلا ده انت حضرتك عارفه ان اللي انت قدوة. بتقوليه ده انا بخاف منه، لانه بخاف انه ينقص من اجري. لا لانه لما طبعا. يتقال، ما انا هقول لك، شوفي انا لسه كنت بتكلم في اخلاص النيه. في يوم من الايام انا جيت وانا بشتغل قلت يا رب، طب ما أنا الناس بتشكرني، طب ما أنا الناس بتقولي ده انت كلامك حلو، او انت شغلك، حقيقة. او انت غيرت فيا. طب ما هو ده ممكن، يعني ده بيني وبين نفسي انا، الكلام ده ما حدش ما بقولوش لحد، ده بيني وبين نفسي. طب يا رب ممكن الكلام ده يقلل من اجري. وفي وقت من الاوقات على فكره قلت لا انا مش بحب، لا عايز حد يسقف لي ولا عايز حد يقول لي انت كويس. وفي وقت من الاوقات قلت لا، انا ممكن اسكت، انا مش عايز اتكلم. احنا مش بنسقف، هقول لك ليه. ما هو حضرتك دلوقتي طالما احنا مثلا عندنا مشكله وتابعنا حضرتك واكتسبنا منك اول حاجه دي الطاقه الايجابيه، ودي طبعا مش اي حد نقدر نكتسب منه طاقه ايجابيه، ومش في اي حد، دي في الناس المميزين فقط. دي كده ربنا يعني هو بيديها للشخص اللي بيحبه. تمام. تاني حاجه، لو احنا مثلا احنا ناس عندنا مشاكل اذا كانت نفسيه او ايا كان ايه هي، فحضرتك استفدنا منك، طلعنا من حلقه نفوسنا صافيه وهادئين طبعا وهدوء تام، وحليت مشكلتنا، فحضرتك كده انت بتكسب حسنات. يا رب يعني اتمنى. يعني بصي هقول لك على حاجه لطيفه جدا. بنسمع عليك بقى. انت تقولي لي، انت تدعي لي، يبقى يعني لعله ايه. وانا على فكره بعد ما فكرت التفكير ده برضو جه في بالي، قلت طب ما انا لو وقفت او سكت، طب ما انا هبقى وقفت الخير. وبعدين رجعت وقلت طب ما ده ممكن يكون الشيطان بيلعب بدماغي ان هو بيقول لي الكلام ده علشان اوقف الخير. طب ونوقف الخير ليه؟ لعله ان واحد بعد ينقل للي بعده وينقل للي بعده، فتبقى الرساله مستمره. واذا قلتي واذا بتقولي لي كده، فمعنى ذلك ان انت ممكن تكوني مؤثره زيك زيي، او لك اجر احسن مني، فانت كمان توصلي، فدي مسؤوليه عليكي. بالظبط. فانت حقيقي. حملتي نفسك مسؤوليه دلوقتي كبيره. لا استمر، وطبعا يعني دايما بتكون افضل ودايما بتكون انجح، ودايما احنا يعني ما شاء الله تبارك الله الناس كلها عندها مشاكل، مفيش حد ما عندوش مشاكل وعندها طاقه سلبيه، احنا بنكتسب منك الايجابيه، يا رب بنكتسب يحفظك، منك راحه البال والسكينه والهدوء. يا رب يخليكي، كتر خيرك كتر خيرك، اشكرك. التربيه ده كله يرجع لوالدتك اكيد طبعا. ربنا طالما يخليكي. لما الابن يكون ما شاء الله بالطريقه دي، فالام هي اللي بتربي، فيعني حضرتك انا بحييها. كتر خيرك كتر خيرك، ميرسي، ربنا يخليكي. ومبسوطة ده انا اول اتصال يشرفني. متشكرة جدا. ربنا يخليكي، اشكرك، ميرسي جدا. آه مع السلامه. هو انا بتكلم عن الحديث الداخلي اللي بيجي لي، اللي احنا اتكلمنا عنه في الحلقه الاولانيه على فكره لو فاكرين. بس انا بدات الحديث الداخلي ده بعد فتره، بدات اركز اقول يعني احنا لما اتكلمنا عن الموضوع ده قلت انه يا جماعه على قد ما تقدر لو ركزت في الحديث اللي بيحصل جواك، انت هتبدا تفوق ايه الحديث، ومين بيقول ايه، والشيطان دوره ايه، ونفسي بتقول ايه. على فكرة في حاجات كتير جدا في حياتك بتقف، سواء كان عمل طيب او سواء كان بر او بالحديث الداخلي ده، عشان انت مش فايق له. واحنا قلنا وكمان لسه هنقول تاني في كل الحلقات، يعني هتلاقيني دايما بدوس على المنطقة انه افتكر الحديث اللي جواك وراجعه مع نفسك وقول هو مين فيهم الصح. انا بشوف ناس بيقولوا لي احنا بنيجي نصلي فنخاف لو حد شافنا نحسن في صلاتنا، فنبقى بنرائي او نبقى في مراءة في الصلاة، فنسيء في الصلاة. تخيل هذا حديث داخلي بيوصل البني ادم الى انه لما حد يشوفه يصلي ما يصليش كويس قوي علشان خايف لما يشوفوه يبقى هو بيوريهم، فيبقى فيه بيرائي فياخد ذنب، فيقول لك لا خلاص انا فيقوم مبوظ صلاته. يعني انت متخيل انه الفكر رايح فين؟ لانه ده حديث داخلي لو البني ادم فاق ليه يعرف يقول ايه ده ايه اللي انا بعمله ده. طب ما ممكن الشيطان يكون عايزني اعمل كده عشان ابوظ صلاتي، في الاخر انا ما كسبتش، انا خسرت. هناخد فاصل ونرجع تاني على طول في رحلة سلام. رحلة سلام، احنا معانا مكالمات كتير، لكن انا بخاف اني اخد المكالمات يعني علشان احنا بكون لسه ما
حطيتش الاساس بتاع الحلقه. لكن معانا تليفون ناخده. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. اخبار حضرتك يا دكتور امنيه وحضرتك؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، ازيك؟ اول حاجه منور الدنيا كلها اشكرك. ومجمع العيله كلها والله يا دكتور، يعني كلنا بنحبك في الله. يا سلام يا سلام، خير ما شاء الله. الله يبارك لك يا رب. يعني العيله كلها قاعده تسمع؟ هي العيله كلها بتتجمع على حسك والله. اللهم صل على النبي. طب يا سلام، ده انت هتخليني بقى يعني ايه، يعني خليني ابقى بتكلم وانا قلقان، عارفه. كل سنه وحضرتك طيب يا رب ودايما ناجح بمناسبه علمان حضرتك. اشكرك، ربنا يخليكي، كتر خيرك. انا كنت عايزه اقول لحضرتك، كان لما بروح في اي مكان او اقابل اي حد ما يعرفش حضرتك ببقى عايزه اقول له ازاي انت عايش ومش متابع دكتور عمرو. يعني انا ما فيش حد فعلا في حياتي ما يعرفش حضرتك، ولو عليا نفسي ابقى ماشيه كده عارف الدنيا كلها عنك. ربنا يخليكي يا رب، ربنا يخليكي. طب ما انت برضو انت اللي تسمعيه مني قوليه، يبقى انت عرفتي. اصل بصي، اصل هقول لك، اصل مهما كان اتعرفت ما هو هيجي وقت وخلاص. يعني انا ببص على الناس المعروفين، اكتر ناس اتعرفوا في الدنيا وراحوا خلاص. ما مش ده اللي هيفرق قد اللي هيفرق اللي اتقال، واللي اتقال عمل ايه. فان كان اللي اتقال اثر فيكي او اثر فيكي وانتي عملتيه وانتي انا اتفضلي. هو عشان هو يعني حضرتك سبب تغيير في حاجات كتير فيا، وان هو اثر فيا بيبقى نفسي كل الناس تسمع عشان فعلا هيتغيروا على حس حضرتك. يا رب يا رب. والله فعلا دي حقيقه. طب انا عايز اسالك سؤال، انتي عملتي ايه في حياتك؟ وهو السؤال ده اللي انا اللي فعلا جاي في وقته، وانا انت حضرتك يعني انا جاي في وقت انا فعلا بحاول ان انا اقرب فيه ربنا جدا. بس السؤال اللي انا نفسي اساله لحضرتك هو ازاي اتغلب على النفس الاماره بالسوء. انتي سمعتي الحلقه اللي فاتت؟ سمعتها طبعا. طيب انا يعني هجاوبك ببساطه بالراحه كده. البني ادم مش عايز يتغلب على النفس الاماره بالسوء، ولكن عايز يحولها. انت عندك طفل عنيد، انا مش عايز اموته، لكن انا عايز اخليه يطوعني. لانه النفس الاماره بالسوء هياها النفس اللي بتتطور تبقى نفس مطمئنه. النفس المطمئنه مش ساعه لما نقابل ربنا بس، لا، النفس المطمئنه هياها اللي كانت اماره بالسوء. انما الفرق ايه؟ انك احنا في صراع مع نفسنا، وده امر طبيعي. احنا هنعمل فيها ايه؟ احنا بنقومها، عمالين نقوم فيها. طفل صغير عايز كل حاجه، لا يا حبيبي بلاش ده، لا ده مش هينفع، لا لا لا، وعمال ادوس لدرجه ان انت عارفه ان بعض الناس في تقويمه لنفسه احيانا يحرم نفسه من شيء مباح علشان يقومها. يعني او هقولك بلاش، مش يحرم نفسه، يعني يحط من نفسه. انا اتذكر قصة اللي كان ناس كتيرة قوي عارفاها، انه الشيخ الشعراوي لما بقى وزير في يوم من الايام، وهو ماشي في الموكب بتاعه رايح الوزارة بتاعته، قال للسواق دخلني الشارع الجانبي ده، ومن الشارع دخل في شارع، دخل في شارع، دخل في حارة، لغاية لما وصل لمسجد صغير قوي، زاوية صغيرة قوي، ودخل شمر ايديه وقعد ينظف في الحمامات، قعد ينظف الحمامات وهو وزير. والقصة دي كتير من الناس عارفينها. ولما سألوه الناس اللي معاه ايه اللي انت بتعمله ده، قال لهم انا بس حسيت ان نفسي عليت شوية. فتهذيب النفس مش بس في لحظة ما تكون امرك بالسوء او تديك امر بالسوء، تهذيب النفس في انك في العادي عليت شوية تنزليها. طب بننزلها ازاي؟ طب بنوطيها ازاي؟ مش لازم نعمل زي ما هو عمل، لكن اقول لك توطيها ازاي. انا بكافئ نفسي، وتعلمي تعملي ده، وكل اللي بيسمعني يعمله. احنا عايزين انا ونفسي نتصاحب، ولكن هي ما بتسمعش كلامي. طيب انا هعاقب نفسي وهكافئ نفسي ازاي؟ انا عندي قريب ما بيطقنيش وغلاوي، ما بيحبليش الخير، ودايما يعني تحس ان هو ما بيحبنيش كده.
انا تهذيبا لنفسي هتصل بيه، لان نفسي تقول لي لا بلاش بلاش ارجوك ده بالذات بلاش. لا انا بقى تهذيبا لنفسي هتصل بيه، منها اني بربي نفسي، ومنها اني بعمل بر بقرايبي اللي ربنا قال عليه واللي النبي قال عليه ان تصل من قطعك. فشوفي هي من كذا زاويه. طيب انت نفسك لا بلاش ده ما بتحبكيش، قريبتك دي دايما بتقول عليك كلام وحش، انا هتصل بيها مالكش دعوه، انا هتصل بيها. فتتصلي بيها ازيك عامله ايه ومش عارف ايه، وبعدين تخلصي المكالمه وتقفلي. في اللحظه دي انت كسبتي، انت فزتي في الجوله دي، انت فزتي وكسرتي نفسك، وخليتي نفسك بعد الموقف ده مطوعه ليكي اكتر، وحاسه بينك وبين نفسك انك انت الامر اللي انت عايزاه هتعرفي تنفذيه. فهتيجي عليها تقول لك لا بلاش. انت عارفه زي اللي بيذاكر مثلا، الشاب اللي بيذاكر في الثانويه العامه ليله الامتحان واصحابه خارجين، فهو عايز انه يخرج عشان عايز يتبسط، نفسه عايزه تتبسط، لانه احنا اتفقنا انه النفس عايزه شيء وقتي، مصلحه وقتيه سريعه، وهو عارف انه امتحانه بكره. اذا قعد ذاكر هيفوز على نفسه، وعلى فكره هو لو قعد ذاكر هيبقى عايز برضه مصلحه ان هو ينجح، ولو نزل لاصحابه هو هيبقى عايز مصلحه، لكن مصلحه قريبه جدا. لكن الجوله دي جولات حياتك كلها جولات. فجوله الفوز على النفس او انك تقومي نفسك الاماره بالسوء، انك الجولات تكسبيها. طلبت شيء غلط، فانت بتقولي لا انا مش موافقه، مش بس مش موافقه، ده انا هعاقبك على انك قلتي لي نعمل حاجه غلط. فتقومي تقولي ايه ده؟ طب هو يعني اعاقبها يعني ما انا اعاقب نفسي؟ ايوه اعاقب نفسي بشيء يخليها تعرف انها لو، بصي ركزي بقى، لو طلبت شيء غلط تاني هتتعسف مرة بعد مرة بعد مرة، تنتقل وتتحول الى انها الامر بالسوء يقل شوية، وتبقى عارفة ان انت ايه، ما بتتسقيش، بالعكس ده هي وتربي نفسك على كده. الى ان احنا عندنا آية في القرآن بتقول وطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. ده الآية دي لوحدها كتاب يتعمل فيها. فطوعت له نفسه لانه الكلام ده الحديث الداخلي اللي علماء النفس دلوقتي بيقولوا وبدأوا يقولوا انه في جوه الانسان شخصين وبيتكلموا مع بعض، وبني ادم بيقول على الغلط وبني ادم بيقول على الصح، وسموا واحد الضمير والانا والكلام ده. ربنا بيقول في كتابه قسم النفس الى جزئين، انت ونفسك، وقال فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. يعني القتل ما تمش كده. انا مش عايز بس ابعد عن الموضوع كتير قوي، لكن لو انت قدرتي الجولات اللي ما بينك وبين نفسك تفوزي عليها، وتعرفي تعاقبيها امتى وتهذبيها امتى وخليتيها تسمع كلامك، فانت عملتي الهدف. شكرا يا أمنية. ميرسي، كتر خيرك. مع السلامة. انا قلت الكلام ده لانه الكلام ده انا شايف ان هو مهم جدا، واحنا كلنا بنتحط فيه. فعلشان يعني مش عايز انسى يا جماعة، انا صاحب فكرة اسم البرنامج هو واحد صديقي اسمه عبد الفتاح. انا قلت الكلام ده في اول حلقة لكن ما سمعنيش وكان زعلان مني، فانا قلت لازم اقول في الحلقة دي كمان ان هو صديقي العزيز عبد الفتاح هو اللي اشار عليا باسم البرنامج، والاسم بالنسبة لي غالي جدا، وهو كمان غالي جدا عندي. فبسجل انه هو صاحب الاسم اللي اظن انه يعني كمان ضاف لي في الهدف اللي انا بشتغل عليه، هو ان احنا عايشين في رحلة نتمنى ان احنا نعيشها في سلام. رجوعا الى الحلقة ورجوعا الى الموضوع بتاعنا اللي بيقول عملت ايه في حياتك، واتفقنا على ان كنت ما عملتش حاجة تتسمى حاجة تقدر تقف قدام ربنا وتعرضها، فقلنا ان احنا هنبدأ من النهاردة نعمل ولو عمل واحد نقف بيه قدام ربنا. العمل ده ليه مواصفات، ومن مواصفاته اللي قلتها هو انه يكون خالص لله.
ومعنى انه خالص انه هو ما فيهوش شائبة، لانه في اعمال كتيرة احنا بنعملها لله ولكن يبقى فيها شائبة. مش بقول انها لا تحسب، لا هتحسب وكل حاجة، ولكن اذا قلنا العمل ده بالذات فلازم على الاقل العمل اللي يعني نكتبه في الكتاب بتاعنا ونروح نقف بالكتاب ده نقول يا رب من ضمن كل اعمالي الخير في عمل كنت قاصد فيه ان انا لما اقف قدامك يا رب يكون السبب في انك تغفر لي كل اخطائي، او يكون السبب في انك تسامحني وتبدل سيئاتي حسنات. قلنا انه العمل يكون خالص لله. وهقول لك تفصيلة بسيطة، انت ممكن تكون رايح تركن العربية ويجي العامل او السايس اللي واقف فتقوم مديله فلوس. انت من نيتك ان انت بتعمل العمل ده لله، انت كده كده يعني بتطلع الفلوس دي لله، ولكن هو بياخد الفلوس دي بالنسبة له اجر. فتيجي تقول ايه ده، انا قاصد فيها لله وهو قاصد فيها ان ده اجر. انا واقف على العربية بتاعتك وركنتك او مثلا مش عارف ايه فخدت الاجر ده. طيب يجي واحد يقول ايه ده، طب ما انا طالما نيتي لله. لا، خد بالك، اذا قلنا ان العمل خالص لله فلا يمكن ان يشوبوا ان اللي بتعمل بتديله الفلوس دي او اللي ده يكون اصلا في اي منفعة متبادلة ما بينكم. لانه احيانا يكون في واحد اتاخد منه فلوس، اتنصب عليه في فلوس، وبعد ما الفلوس حاول ان هو وده السؤال ده انا جالي كتير جدا. واحد اتنصب عليه في فلوس، سلف واحد فلوس فحاول يرجع الفلوس دي معرفش، وقام جاي قايل لي ايه بقى، انا الفلوس دي احتسبتها لله. فاقول له معلش فهمني اكتر. يقول لي الفلوس انا كان ليا عند فلان الفلاني فلوس وحاولت ان انا اخدها وبتاع بس انا معرفتش فاحتسبتها لله. طب انت هتضحك على نفسك ولا تضحك عليا ولا عايز تضحك على مين؟ انت معرفتش تجيب فلوسك وبعدين احتسبتها لله؟ ازاي؟ هل هذا العمل خالص لله؟ فيجي يقول لي ايوه، ما انا يعني ممكن احاول تاني. طب ما انت اوريدي حاولت وما عرفتش. هو الفلوس لما طلعت منك وما بقتش عارف ترجعها تحتسبها لله؟ لا، هو ان كان عايز الفلوس دي تحتسبها لله من حر مالك ومن جيبك، وكمان مش مضطر انك تطلعها. فاذا كان الفلوس اتاخدت من عايز تقول لي انها لله خالصه ممكن تحتسبها لله اذا كان في امكانك انك ترجعها وما رجعتهاش يبقى خير. ولكن اذا قلنا ان العمل خالص لله، لا، ده انت تطلع الفلوس من حر مالك بارادتك المنفرده دون اي ضغط. هتقول لي يعني ايه دون اي ضغط؟ يعني اقول لك انه بيجمعوا لواحد محتاج وجم يقولوا لك احنا محتاجين تبرع في واحد محتاج فعايزين وجه حد من اصحابك يقول لك في محتاجين قصدي فلوس، بنجمع فلان دفع كذا وفلان دفع كذا ناقص انت. فاحرجت. تعرف انه احراجك ده وانك تطلع الفلوس لانه جزء منها طبعا انت قاصد طبعا خير، ولكن جزء منها انك انت اتحركت. تعرف انها تغير او تخلي سيف الحياة يدخل في النية، وتعرف انه كده ما تبقاش خالصة. فاذا قلنا الخالص ده ما فيهوش اي ضغوطات عليك تماما. ودي اول صفة من صفات العمل اللي احنا عايزين بقى، احنا بنتكلم في العمل اللي احنا عايزين نقف بيه قدام ربنا. اولا يكون ما فيهوش اي شيء لا انت بتتجازى عليه، ولا يكون في اي شائبة، هو معمول لربنا فقط. الامر الثاني هو انه العمل ده يكون مستمر.
يعني ايه يكون مستمر؟ يعني افضل الاعمال عند ربنا هي ادومها، العمل اللي اتعمل في جميع احوالك. لان انت ممكن النهارده تقول ايه ده وانا عملت ايه في حياتي؟ لا انا هعمل عمل كبير، والعمل ده عملته مره واحده وخلاص ونسيته. لا، الفكره مش في العمل كبير او قليل، الفكره في انه العمل ده تكون انت في كل احوالك حاسس بانه عايز تعمله. وعشان كده ربنا قال الذين ينفقون في السراء والضراء. إيه يعني ايه في السراء والضراء؟ يعني في جميع احوالهم. يعني انت مثلا، احنا اتفقنا انه احنا عايزين نعمل عمل خالص لربنا علشان نقف بيه قدام ربنا. طب ايه رأيك انه هل العمل ده لازم يبقى حجمه كبير؟ لازم اقول انا مثلا انا عايز، انا بشوف ناس كتير كده يقول لك انا عايز ابني جامع وربنا يديني عشان ابني جامع كبير واعمله بالرخام ومش عارف ايه. طب انت متخيل حتى كمان في حتة الاخلاص، انت متخيل ان انت تبني الجامع ومش عارف ايه وتشوب هذا انك انت جوه نفسك عايز انه يتقال ان الجامع ده بتاعك، او انك انت انسان كويس وتقي ومش عارف ايه، فعملت الجامع ده عشان تاخد منه ثواب؟ ده انت ممكن انك انت تطلع من فلوسك جنيه، جنيه بس الجنيه ده يبقى مستمر. هتقول لي يا عم ده انا يعني الجنيه ده هيعمل ايه؟ اقول لك انه العمل اذا استمر، يعني ايه استمر؟ يعني مش اضطرار، يعني انت ما اضطرتش. يعني انت في ناس تعمل الخير وكده لما يكون حالتها عندها واحد ابنه بيعمل عملية، يا رب يا رب اشفيهولي، فيقوم طالع مطلع، فابنه ربنا يشفيه ويبقى زي الفل وكويس، فيقول شكرا يا رب، خلاص بقى احنا كده تمام. ايه ده؟ انت عملتها في الضراء وسكت؟ انت عملتها لما انت كنت محتاج من ربنا حاجة؟ طب ايه رأيك في واحد تاني وهو مبسوط وقاعد مع ابنه والدنيا حلوة، يا رب انا فاكر يا رب العمل؟ لا، الجنيه اللي طلعته وقت الضراء انا هطلعه وقت السراء وانا مبسوط. الشيء اللي عملته كبير او صغير على فكرة. وعشان كده انا عايز انه بعد هذه الحلقة، بعد القعدة اللي احنا بنقعدها دي، تنوي انت مع نفسك وتصلي ركعتين لربنا. تنوي مع نفسك ان النهارده انا عايز مش لازم النهارده، ولكن هنوي ان انا اعمل شيء، مش بقول كبير ولا صغير، ولكن عمل. لو قلت ان انت في جيبك 10 جنيه، طلع لي جنيه واحد منها لله، ولكن خليها على طول. خليه في وقت ما انت مبسوط، وفي وقت ما انت زعلان، في وقت ما الدنيا ضيقة عليك وال10 جنيه دي مفيش غيرها، وقت ما معاك زيها 1000، زيها مليون، زيها ايا كان، ربنا يديك ويزيدك. هتقولي هو انا لما يبقى معايا قد كده الجنيه ده هيعمل حاجة؟ هقولك القيمة بالنسبة لربنا غير بالنسبة لك. بالنسبة لربنا العمل حجمه أقل قيمة من استمرارك عليه وإخلاصك في نيتك ليه. عشان كده كلمة حق معلوم، الذين في أموالهم حق معلوم، كلمة حق معلوم للسائل والمحروم. حق معلوم يعني إيه معلوم؟ يعني أنت محدده مسبقا، يعني أنت قاصد في عملك الخير يا رب أنا كل. وعشان كده أنا بقول حاجة، تعالوا نعملها، نتفق نعملها على طول. أي فلوس في جيبك طلع منها نسبة في المية، مش هقولك كام عشان لو قلت ما اقولش رقم 10%، او هقول نسبة. تعال نحط نسبة، حط يا سيدي نسبة 5%، 10%، 15%، 20%، 1%، حط اللي انت عايزه، ولكن خليها عادة. انا هنزل من بيتي ب10 جنيه، انا هطلع من 10 جنيه دي جنيه. انا هنزل من بيتي بجنيه، هطلع من الجنيه ده 10 قروش، 5 قروش، ايا كان. لكن خلي العمل دائم، خلي العمل مستمر، خلي العمل ان كبر او قل ولكنه على طول. العمل ده يقف ليك قدام ربنا
وان كان بسيط ولكنه مستمر. يا رب انا فاكرك دايما، يا رب انا مش مستني حاجة تقفل حياتي او تخليني متضايق او تخليني ما عنديش ملجأ غيرك يا رب، عشان اجي يا رب افتكرك واقول لك يا رب انا هعمل لك خير دلوقتي، عشان انا مضطر او علشان انا عايز تكرمني. لكن اول ما هنسى، اول ما هبقى كويس هنساك يا رب. من النهاردة انا هفتكرك في السراء وفي الضراء. ناخد فاصل ونرجع تاني في رحلة سلام. رحلة سلام. كان لازم يبقى فيه فاصل علشان ايه ما يبقاش الموضوع تقيل ويبقى خفيف كده ولكن برضو اللي ما حضرش الحلقة من الاول، سؤالي كان عملت ايه في حياتك مستعد تقابل ربنا بيه؟ احنا معانا اتصال. الو. اهلا وسهلا. مساء النور. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. انا مش سامع. انا اسمي شمس. شمس. اهلا وسهلا. انا سعيده اني بكلم حضرتك، وبجد انا سامعاك من راديو مصر لما كنت بتقدم برنامج بجد يعني انت صراحه فوق الوصف، يعني فوق الوصف. انا هستأذنك تعلي صوتك شويه عشان او يعني عشان اسمعك بس. كيف سامعني؟ ايوه كده تمام. انا سعيده اني بكلم حضرتك، وكنت متابعاك من راديو مصر لما كنت بتقدم البرنامج. الحمد لله. ايوه انا طبعا كتر خيرك، ده يشرفني. انت عارفه انا بتبسط قوي ان انا جايب الناس بتوعي، يعني انا جاي هنا معايا ناس. حتى لما حضرتك غبت عننا فتره جيت متضايقه الصراحه، يعني كنت عايزه اتواصل مع حضرتك واشوف الدنيا ايه في اي برنامج. جيت بصراحه زعلت جامد، يعني صدفه ان انا اشوفك النهارده، يعني اسمعك في البرنامج. بصراحه انا قمه سعادتي. ربنا يخليك يا رب. طب يعني الحمد لله احنا ان شاء الله جمعة وسبت، كل جمعة وسبت الساعة 9 مساء ل 11، فساعتين زمن بقى الجمعة والسبت، فيعني ايه ان شاء الله نعوض كل الفترة اللي قعدناها. انا اول مرة الصراحة من النهاردة، يعني الحمد لله خير، الحمد لله. برنامج النهاردة جميل بصراحة، موضوع الصراحة مسلم جامد، يعني انا طيب خليني بقى استغل الفرصة واسألك بما انك اتصلتي بيا، عملتي ايه في حياتك؟ يعني هل سألتي نفسك السؤال ده قبل كده؟ هو بصراحة سألت كتير، وحسيت ان من كتر الاعمال اللي عملتها ومن كتر اذية الناس ليا بقيت مش عارفة هل اللي بعمله ده صح ولا غلط، الخير اللي الواحد بيعمله ده صح ولا غلط، ومش عارفة. يعني انا مثلا كل مدى يعني بشوف حاجات اصعب من الاول، وظروف بتقابلني اصعب من التانية بصراحة. يعني لحد لما قلت لا، ده ربنا ده دليل على حب ربنا. طيب يعني من ايه الحمد لله خير. بس مش عارفة يعني انت بتقولي لي انا عملت حاجات كتيرة. هو طبعا اصلا فكرة انك تقولي انا مش عارفة اللي انا عملته ده صح ولا غلط، او انك تقفي مع نفسك وتقولي الاعمال دي وتراجعي نفسك فيها، فده كويس جدا جدا. هو عامة يعني انا بصحن، بس من كتر ما اقول لك الناس الوحشة يعني اللي بقابلها وبتشككني باللي بعمله، وبتشككني ان انا بعمل كل حاجة حلوة، بتخليني يعني من جوايا يعني خلاص، يعني انا ساعات ببقى متضايقة من جوايا، يعني انا بعمل كويس، الناس بتقابلني ليه بالوحش؟ طيب خليني ارد عليكي في النقطة دي. انا بعمل كويس والناس بتقابله بوحش. شوفي احنا جايين الدنيا، الرحلة اللي احنا فيها كمان في الزمن اللي احنا فيه بقى الخير عملة نادرة. بقى الناس الطيبة والناس الكويسة ما بقوش هم الأعم، وده صراحة بقوله للأسف. احنا بقى عندنا اخوات بيأذوا بعض، بقى عندنا اهل بيأذوا بعض، بقى عندنا ناس بياكلوا ميراث اخواتهم البنات، احنا بقى عندنا حاجات. وانا بقولك يعني انا كمان مطلع على حاجات بشوفها يعني يقشعر لها الابدان. فاحنا عايشين في الزمن ده. طيب في الزمن ده لما نلاقي الدنيا وصلت لكده، اولا اوعي تقولي اوقف الخير اللي انا بعمله في الناس لان هما ما يستاهلوش.
احنا اللي احنا بنعمله امتحان علينا، لانه اللي بيعمل خير فلنفسه ومن اساء فعليها. فمش بتعملي علشان انا قابل ولا ما قابلش. احنا دلوقتي بقى فيه، خلي بالك، كل البشر عندهم جزء من الغل، حتى انا، حتى انتي، جزء من الحقد. ولكن دورنا امام الغل والحقد عشان ايه؟ عشان تفهمي انه لما تلاقي ناس بيغلوا عليكي وبيحقدوا ما تستغربيش وتتضايقي قوي، لانه ده عند معظم البشر الا من رحم ربي. دورنا تجاه الغل والحقد والحسد والكلام ده ايه؟ ان احنا ندوس عليه، ان احنا نشيله من جوانا، ان احنا نضغط على نفسنا ونقول يا رب انا هشيل. لانه اي بني ادم فيه جزء من الشر، لو داس وضغط. عشان كده في القازمين الغيظ. طب ما هو الغيظ ده شر، ولو طلع هيبقى شر. لكن في ناس بتقزم هذا الغيظ، في ناس بتشيل الغل، في ناس طب ما انا واحد بيكره لي الخير هحبه ازاي؟ لا، انت بتقلل احساس الزعل، وبتقلل احساس. ليه؟ لانه انا لم ارى في حياتي انسان غلول بيغل الا وكان هو اول المأذيين. لم ارى في حياتي انسان ما بيحبش الخير غير وجوه قلبه في نار. وعشان كده ربنا قال انه اللي بيعمل صالحا فلنفسه. انت اول المستفيدين. تعال بقى للجانب النفسي، تعال للجانب اللي دلوقتي انا باجي امسك واحد واحد اقول له تعال بقى نبص علميا وصلوا لايه. قالك ان كل واحد بيحقد هو بيحمل نفسه باحاسيس سلبيه تقعد تشتغل في عقله الباطن، وتسبب بعد فتره النظره السوداويه في الحياه عموما، وتسبب بعد فتره. عشان كده انا دايما بقول انه انا عارف ان فلان ما بيحبنيش، انا عارف ان فلان بيكرهني. يا سيدي ربنا يهديه، ما ممكن ربنا يحول قلبه اللي بيكرهني ده. يا سيدي هو يمكن في شيء هو مش قادر يتخطاه. فكل ما انت نظرتك للناس بقت ان هم مش انك زعلانه منهم بس صعبانين عليكي. هتقولي لي صعبانين عليا ازاي؟ هم بيأذوني. هقول لك كل واحد بيأذي هو هياخد قد اللي عمله. مش هقول لك 10 مرات، لكن يكفي ان يقول لك ان هيشوف كل همسه صغيره عملها في حد. فصاحب النفس اللي مش طيبه لازم يصعب عليا ولازم يصعب عليكي، لانه يا عيني ده اخرته وحشه قوي. طب حضرتك انا يعني احسن انت بتقول حاجات عملنا العمل الحلو في حياتك. انا حاسه ان احلى عمل صراحه في حياتي يعني بريت ابي وامي الله يرحمهم. يا سلام، ده يا سلام. ده هو بصي، ده نتمنى يا رب يا رب يرزقك اجر هذا العمل. هو في احلى منه؟ ده بصي بقى، ده في حديث عن الكلمه دي. يعني النبي بيقول رغم انف امرئ ادرك والديه ولم يدخلاه الجنه. يعني تخيل ان واحد شاف ابوه وامه في الدنيا وما دخلهوش الجنه، وكأن الطبيعي وجود اب وام او اب او ام في حياتك يكون السبب الرئيسي في دخولك الجنه. تخيل، يعني انت متخيله انه الطبيعي انه الانسان اذا ادرك والديه انه يحسن ليهم. وكمان الاحسان ايه؟ لانه برضو احنا جالنا مكالمه الاسبوع اللي فات، وكتير كتير في سوء الام او سوء الاب. لا يا جماعه، هو في جميع الاحوال احسانك لوالديك او اللي ربنا مخليهولك في الدنيا، احسانك ليهم اجر كبير. طيب تخيل لما الاب والام يكونوا وحشين، وده بيحصل على فكره عادي، يكون احسانك مضاعف الاجر. فتقول لي انا مش قادر اتحمل الاذى، فاقول لك احسانك مضاعف الاجر. وكل ما تحملت جزء من الاذى كل ما كان اجرك اكبر، ومنتظر عند ربنا يا رب انا بعمل العمل ده. وتفكر نفسك على طول يا رب، وانت كمان ربنا يعينك على برك ليهم. يا رب انا بعمل هم ربنا يا رب يرحمهم، ولكن الحمد لله يعني راضيين عني. الحمد والشكر ليك يا رب. كل شويه يا رب انا عملت العمل ده ليك انت يا رب، يا رب انا عملت العمل ده خالص في وجهك الكريم، خالص في وجهك الكريم.
ربنا يا رب يسعدك ويكرمك. الله يخليك، بس ممكن اطلب منك طلب يعني؟ اتفضلي. وانا كنت عايزه اتكلم حضرتك في مشكله كانت عندي، بس اوف ايه يعني مينفعش الهوا. ما فيش اي مشكله، انت عندك الصفحه، هستأذنك تبعتي عليها. معلش مينفعش، انا مش بتواصل. طيب هي ممكن بعد الهوا تبعتي لي. انا ماشي، ممكن ارن عادي يعني. يشرفني. انا موجود، واي حاجه عايزه تبعتيها على الصفحه طبعا بعتي، هتوصل لي على طول. واي حد عنده مشكله، عنده سؤال، عنده استفسار، عنده اي شيء، يبعت لي يا جماعه على الصفحه، وانا بحاول قدر الامكان انه اكون متواجد دايما. وليه؟ لانه الرسائل بتكون كتيره قوي، فيا رب يقدرني واعرف اخد الرسائل كلها. شكرا. ميرسي، كتر خيرك، اشكرك، كتر خيرك. هو بعد الحلقه ممكن يعني اتكلم عادي؟ مفيش مشكله، مفيش مشكله، باذن الله. اشكرك، كتر خيرك، كتر خيرك. هناخد فاصل ونرجع تاني. طيب احنا في مكالمات كتير، فبحاول قدر الامكان ان انا ادخلهم في وسط الموضوع، فناخد المكالمة. الو. عليكم السلام. اهلا وسهلا. مين؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا بس حضرتك بوصل علشان بس معايا البيت هنا وشوف كتير، وخصوصا العائد من عن الخط يسعى قبل ما اقول كل الكلام. لا مش هيقطع، ما تخافيش. انا بس لو انت عليتي صوتك تبقي عملتي فيها جميلة. هو انا اصلا بحب اتصل مع حضرتك من اول حلقه في البرنامج، بس يعني لاني شايف خلاص طبعا علشان الاتصالات الكتير، وكمان برضه عشان اسيب رجلي مساحه يعني. لكن بصراحه انا حبيت اتواصل عشان اول حاجه طبعا يعني حضرتك على البرنامج الجميل ده رحله سلام. ربنا يخليك. ربنا يسدد خطاك ويوفق سعيك ويسعدك ويجعلك سبب في نشر طاقه حب ونور وسلام للعالم كله. يا رب يا رب، يا سلام الدعوة الجميلة دي، كتر خيرك. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك ويجعله يا رب يعني برنامج سيرك ودائم ما يلاقيش موضوعات يعني حياتيه اجتماعيه ونفسيه، يكون بمثابه روح امل وتفاؤل ويدعم مواجهه المشكلات اللي احنا عايشينها. والله المستعان، ربنا ييسر الحال يا رب. كمان حابه ان انا اشكر كل الكرو القائم على العمل علشان يطلع الصوره الجميله دي. وربنا ييسر ويوفق يا رب. ده يعني هيحبوكي جدا. لا طبعا يعني هو طبعا العمل ما بيخرجش عمل بيرفكت غير لما بيكون في حقيقي انا بقول لهم انتوا يعني مفيش حد اجره يقل عن حد، فان كنت ليا اجر يعني ان شاء الله باذن الله ليكوا اجر زيي ويمكن اكتر. يمكن انا لما لسه قايل الكلام ده من دقايق، انه يمكن انا لما بقعد قدام المايك الناس بتقول لي شكرا، ففي ناس ما بيتقالهمش شكرا، فهم اللي ما بيتقالهمش شكرا ده الشكرا بتاعتهم مين بيقولها لهم؟ فاهماني؟ فالحمد لله. اتفضلي كملي. حابه كمان اشكر ست الكل الوالده، ربنا يبارك في عمرها. ربنا يخليكي، كتر خيرك، كتر خيرك. حابه كمان اقول لحضرتك كل سنه وانت طيب، عيد ميلادك. ربنا يخليك. ربنا، انت عارفه انا ما قلتش اصلي على الراديو لان انا عارف ان انا هقول وهنعملها بقى، عارفه اجيب تورته ونقعد بقى يعني كتر خيرك، كتر خيرك، كتر خيرك. بس انا يعني الحمد لله يعني ان انا قدرت او عرفت اتواصل يعني. الحمد لله. انا طبعا مش عايزه اضيع وقت ومش عايزه اخد وقت طويل يعني. بس هو بصراحه يعني من حق حضرتك اللي بقدر تسجيل الكلام الانساني اللي بتدي كل الحب بجد. ربنا يخليكي، كتر خيرك، كتر خيرك. انا ممكن اسالك انا بقى يعني، ممكن تديني فرصه يعني اسالك انت عملتي ايه في حياتك؟ هو الاول انا بس كان ليا يعني نقطه بس كنت عايزه اتكلم فيها. اتفضلي. الحلقه اللي فاتت اللي هي عن العقل الباطني، هي كانت حلقه جديده جدا وجميله جدا، بس انا كنت اتمنى ان هي تبقى لها امتداد او حلقه يعني حلقه ثانيه، وهيكون فعلا كلامك صح.
بصي هو الموضوع اصله ما ينفعش يتلم في وقت قليل كده، وموضوع كبير. لكن هو كانت مدخل، عارفه، كانت مدخل او بدايه للموضوع. لكن احنا لازم، لانه خلي بالك هو اصلا شغلي انا معظمه او كله على هذه يعني على الفكره بتاعت العقل الباطن وكيفيه سيطرتك على العقل الباطن. صح. ما هو اكيد دي حلقات مسلسله واكيد فيها ترابط، وربنا رب يوفقك. ورحله السلام على فكره انا عندي برنامج على الصفحه بتاعتي اسمه واحد سلام، عامله من سنه تقريبا. اسمه ايه؟ اسمه واحد سلام. واحد السلام. انا لو قلت رحله سلام كنت هرجع لصاحبي اكلمه واقول له انت ضحكت عليا. لا طبعا، ربنا يكرمك، لعل يا رب يجعله رساله خير، ويا رب يجعله رساله توصلي بيها. شوفي انا هقول لك احساسي انه العمل الطيب اللي بيتعمل ايا كان هو بيوصل لكام واحد. انا لسه قايل دلوقتي هو العمل مش بالكم، مش بالعمل قد ايه. انت ممكن تقعد مع بني ادم واحد تعمل فيه عمل خير، تقول له كلمتين، ولا انت مش لازم تكون حتى متخصص ولا حد نفسي، او تقول له كلمتين، ولكن الكلمتين دول يقول لك والله انت ريحتني، والله انت الكلمتين اللي قلتهم اثروا فيا. يوم ما تقف قدام ربنا هذا العمل تقف بيه، الراجل ده شاور عليك من بعيد يقول يا رب الراجل اللي هناك ده اداني من وقته ومن مجهوده دقيقة وقال لي فيها كلمة حسنت لي حالتي، او صلحت لي حياتي، او خلتني اغير من فكرة جوايا. فتقفي بالعمل ده تقول يا رب ان كان العمل خالص في وجهك يا رب اجرني بيه. هو الانسان اثر، فكلنا يعني كل من علينا فين هيبقى الاثر في النهايه. بالظبط. فحس انه الناس تفضل او يعني تدارسوا من جيل لجيل، ده شيء كويس. وكمان موضوع الحلقه النهارده كان لذيذ جدا، لانه فعلا احنا محتاجين واقفه مع نفسنا، خصوصا مع التحديات الحياتيه حقيقي واللي احنا بنعيشه دلوقتي. فاحنا بنسلم من امرنا حقيقي، وما فيش حد يعني افضل من حد يعني الا بالتقوى. يعني ما حدش يحكم نفسه قاضي ويقول ان انا افضل وان انا احسن وان صحيح. لان احنا للاسف بقينا في سياسه اتباع قطيع. حقيقي. مش مبرر ابدا ان احنا نرتكب الخطا، وطبعا خير الخطائون التوابين. بس هي فكره انه يعني السؤال اللي حضرتك سالته ده بياخد لي سؤال اخر، هو احنا ليه مربوطين؟ احنا ايه؟ احنا ليه مربوطين يعني؟ لا ده احنا يا فندم بتحرقي لي الحلقه الجايه انت كده. انت حضرتك كده لا هو فعلا احنا دي طيب. عموما يا جماعه هو انا ما كنتش قاصد، بس انت حرقتي لي الحلقه الجايه. احنا الحلقه الجايه احنا يعني كتر خيرك، يعني احنا عايشين ليه؟ وده موضوع كبير جدا جدا جدا. لموضوع الحلقه انت عايش ليه؟ طب يا جماعه ده الحلقه الجايه ادينا بنقول اهو انت عايش ليه. حضرتك بتختار طبعا موضوعات جميله جدا لذيذه جدا. يعني حته المضافه النهارده جميل جدا وعجبني قوي. واهم حاجه في الموضوع انه ما يكونش في مراءه، يكون فعلا العمل خالص، انه ما يكونش في مراءه، لان ربنا سبحانه وتعالى بيأتي يوم القيامه بيذكر الحد بنعمه عليه فبيذكرها، فبيقول طب عملت ماذا فعلت فيها؟ فبيقول خرجت من مالي ونفسي وجاهدت، يقول له كذبت لانك انت خرجت عشان يقال فلان شجاع. بالظبط بالظبط. عايزه اقول لحضرتك تقول انه فلان عامل يعني عالم وقد قيل، فخلاص هو الناس قال قعدنا يبقى انت عايز اجر دي. الحديث اللي حضرتك بتقوليه ده رعبني حرفيا، اترعبت لما سمعته، اترعبت. ما هي عشان كده انا بقول لك اذا ما رحم ربي، لانه يعني بتتسلل المراءة لنفس الانسان بدون ان يدري، بدون وعي. بتتسلل يعني من غير ما ياخد باله خالص ان هو بيرائي، ممكن ما يكونش عنده وعي ولا ادراك بده خالص. صح. الكشف فعلا. فربنا يا رب يعني يجعلنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا يجعلنا في غفله من امرنا ويستغفرنا ولا يستبدلنا يا رب. وربنا يوصل لك امرك يا فرعون. كتر خيرك والله انا يعني مع حضرتك. كتر خيرك اشكرك جدا.
يا رب في حلقه ثانيه متتابعه اعرف اوصل بقى. يا سلام النهارده عملت المستحيلات. يا سلام، يشرفني. اذا لقيتي التواصل صعب معلش اتصلي تاني، لكن انا يشرفني. الله عز وجل قال: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. والرد على اللي عمل عملا صالحا بهذه النية، تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فتخيل انه العمل اللي انا بتكلم معاك في انك تعمله النهاردة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، اللي هو ايه؟ اللي هو كل ما فعلته من حاجات وحشة صغيرة ام كبيرة مش بس تمحى، لكن تستبدل بحاجات طيبة. فيبقى أجر حضرتك مضاعف، اللي كنت عملته ده كله اتحول، حاجة وحشة عملتها اتحولت لحاجة طيبة، حاجة غلط عملتها كبيرة اتحولت لحاجة طيبة كبيرة. تخيل بنص هذه الآية: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن هنا احنا علينا واجب النهاردة انك تقول بعد القعدة اللي قعدناها دي: يا رب انا هخلي عمل احتسب يا رب بهذه الآية اني اقابلك بيه، انك لو اردت تنتهي حياتي اكون عامل عمل واحد قصدك انت بس يا رب، ومش هشرك اي حد في هذا العمل ده، لا عيالي ولا اهلي ولا نفسي ولا اقرب الناس ليا، خالص ليك يا رب. يا رب احنا مش عارفين هتنتهي حياتنا امتى، احنا عايشين وسايبين الامر عليك يا رب، وافعالنا كتير منها وحشة الا من رحم ربي، وكتير منها طيبة، ولكن اتمنى اني اقابلك وانت راضي عني. اتمنى ان طال عمري او قصر تكون في نهاية عمري راضي عني. وإن كان العمل ده ممكن يحتسب حتى وإن كان بسيط يا رب، فأنا أتمنى إنه من بعد اللحظة اللي هينتهي فيها اللقاء بتاع النهاردة تنوي نية مع نفسك إنك تقول: في عمل أنا ناوي أعمله محتسبه علشان يكون عامل ليه سيف في آخرتي أقابل ربنا بيه، وإنه العمل ده أيا كان احنا اتفقنا إنه أيا كان بسيط أو كبير، أيا كان على قدر ما تستطيع، ولكن على قد ما تقدر يكون في عمل طيب وسط الأعمال اللي ممكن تكون مش طيبة في حياتك. لأنه مهما كان انت كنت كويس، فكلنا أصحاب أخطاء، لكن البني آدم اللي متخلل الخطأ مع العمل الطيب ده واحد بيتمنى من ربنا إنه العمل الطيب يشيل العمل الوحش. وعشان كده في آية عظيمة جدا غيرت لي منظور كبير. أنا كنت دايما أقول: يا رب ما هو البني آدم اللي عنده أخطاء هيروح يقابلها في الآخرة. طب يا رب أعمل إيه؟ ده الواحد عامل حاجات كتيرة جدا. ربنا قال لك إيه؟ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ركز بقى معايا: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. دول هنعمل إيه يا رب؟ ما هو دول اللي هو إحنا. عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. إحنا بنحتسب إنه العمل اللي إحنا أولا اعترفنا، وآخرون اعترفوا: يا رب أنا عامل غلط يا رب ارضى عني يا رب، أنا مش هقول إن أنا طيب ولا كويس، أنا عامل حاجات كتيرة. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. اعمل الكويس، حتى لو بتعمل وحش ارجع بعده اعمل حاجة كويسة، لان الحسنات يذهبن السيئات. واحده انا عملت حاجه غلط، شويه بعديها عملت حاجه صح، شويه بعديها وقعت تاني، شويه بعديها قمت وقلت. المهم انك تكون اون تراك، على الطريق، ما بتبعدش، قريب.
عسى الله أن يتوب عليهم. فأتمنى ينطبق الآية دي عليا وعليك وعلينا كلنا. شكرا، أنا اتشرفت جدا بيكم، وقابلكم بإذن الله بكرة الساعة 9. استنوني علشان موضوع مهم جدا. سلام عليكم.